بسم الله ما شاء الله، انا خلصت الكميه كلها، والكيلو الدقيق عمل معانا 60 رغيف. بصوا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل عيش شامي الصغير، بيتباع بره ب2 جنيه الرغيف وقد كده. احنا بقى هنستغل الفرصه. الاسعار بتغلى كل يوم، فاحنا بقى شاطرين وهنعرف نخبز في البيت يعني، وهنكون اشطر منهم. هو سهل، طريقة سهلة جدا وموفرة. بكيلو دقيق هنعمل عيش شامي، وهنشوف هيطلع معانا كام رغيف. معانا المقادير بتاعتنا، الطريقة سهلة جدا وموفرة. معانا كيلو دقيق، هنحط عليهم معلقتين سكر، تمام، وزيهم خميرة. خميرة طبعا نبقى متأكدين اللي هي كويسة معانا. لو مش متأكدين بنعمل لها اختبار تيست الخميرة، بنحطها في كوباية مية وعليها السكر، وبنختبر الخميرة، تمام. وهنحط معلقة ملح صغيرة، تمام. كده تمام، وهنقلبهم كويس ونتأكد ان المكونات اتخلطت مع العجينة، تمام. وكمان عشان نعزز الطعم هنحط ربع كوباية لبن. لو عندك قشطة تمام، بيعزز الطعم وبيخليه طعمه جميل. معانا كمان 4 معالق زيت. لو حابة تحطي زيت زيتون تمام، انا حطيت زيت عادي. هنقلبهم كويس، هقلب كويس جدا، وهبتدي ابس الدقيق، تمام، عشان اتاكد ان اللبن والزيت اتخلط كويس مع الدقيق. بسيت الدقيق كويس بايديا، تمام. هنبتدي بقى نحط الميه لا سخنه قوي تبوظ الخميره او ولا بارده، وسط. هنحط كوبايتين ونبتدي هعجن وارجع لكم. تمام، انا عجنتها لحد ما وصلت للشكل ده، بس لسه هعجنها تاني. العجينه بتنجح مع كتر العجن. معانا الرخامه نضيفه، هنبتدي بقى نعجن. العجينه وصلت معانا، انا عجنتها حوالي ربع ساعه لما ايدي وجعتني، تمام. هنعجنها كويس لحد ما توصل للقوام ده. هنبتدي نحطها في البوله، تمام، ونغطي عليها، هدهن وشها زيت وغطي عليها وارجع لكم بعد ما تخمر. معانا العجينه خمرت، كفت ووفت ما شاء الله. هنبتدي ننزلها، ما شاء الله العجينه طريه وجميله جدا. هننزلها على الرخامه عشان نبتدي نقطعها. انا هلفها رول كده واقطعها كويس. لفتها رول، هنبتدي نقطعها. وهنبتدي ناخد بقى نقطع حته صغيره خالص. بص العجينه معانا طريه وهشه وجميله. ناخد بقى حتت صغيره كده على قد الرغيف هيبقى صغير، ونحطه ونغطيه علشان بس ما ينشفش معانا. هنعمل الكميه كلها واغطيها علشان العجينه معانا ما تنشفش، تمام. وهعمل الكميه كلها ونغطيها. دلوقتي انا خلصت الكميه كلها، وهنبدا من اول واحده احنا عملناها علشان تكون ارتاحت براحتها، وهنفردها مع بعض. دلوقتي هنبدا نفردها. ممكن تفرديها بايدك او بالنشابه، بس بالايد احسن، بالراحه كده، تمام. العجينه طريه وجميله، تمام. السمك بتاعها يبقى كده اهو. ونبتدي بقى على طاسه جريل او طاسه براحتك اللي عندك، وعلى الطاسه ونعملها سوا، وهوريكم ازاي نعملها. هبتدي اعمل معاكم كمان رغيفين للتاكيد علشان تشوفوه بيستوي. الطاسه سخنه، اول ما الطاسه تسخن بنوطي شويه عليها، تمام، والرغيف يتشمع
ونقلب على طول، يتشمع ونقلب على طول. ونحاول على قد ما نقدر بالراحه وهو بيتقلب علشان ما يتخرمش مننا. ثانيتين ونقلب، ثانيتين ونقلب، ثانيتين ونقلب. ثانيتين ونقلب. ابتدى يتنفخوا معانا اهو. بص ده كمان هعمل بقية الكمية واوريها لكم في الاخر. صغنون وحلو. بسم الله ما شاء الله، انا خلصت الكمية كلها، والكيلو الدقيق عمل معانا 60 رغيف. بصوا ما شاء الله، العيش جميل وطري جدا. انا مش عارفة بس افتحه لكم علشان بس ماسكة الكاميرا بايدي. بصوا العيش جميل جدا. بصوا عيش من جوه فتحته منفوخ وحلو قوي. عمل معايا 60 رغيف. هو طبعا صغير بس حلو قد الغرض، جميل جدا وطعمه حلو قوي. الكيلو دقيق عمل معانا 60 رغيف. دلوقتي هفكركم بالمقادير. عملنا كيلو دقيق، حطينا عليه معلقه صغيره ملح، معلقتين كبار سكر، معلقتين خميره، ونزلنا ب4 معالق زيت. عايزه تحطي زيت زيتون براحتك، انا حطيت زيت عباد. وحطيت ربع كوبايه لبن. تمام. لو عندك قشطه تمام، ده بيعزز الطعم. وعجناهم كويس جدا. العجينه بتحب العجن كتير، فتعجني اكتر تاخدي نتيجه احسن يعني، وبيطلع معاكي النتيجه كويسه. تمام. دلوقتي في نهايه حلقتنا، بشكركم جدا، يا رب تكون الوصفه عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.